بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناة زملكاوي. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. النهاردة عندنا فيديو مهم جدا، فياريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. المواضيع اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة هو استبعاد حسين لبيب، امير مرتضى طلع على المسرح، خدعة السوبر الافريقي. السلام عليكم. في انباء قوية جدا جدا بتتحدث عن احتمالية استبعاد حسين لبيب من السباق الانتخابي على مقعد الرئيس خلال الفترة القادمة. طبعا حسين لبيب ده المرشح على مقعد الرئيس. الاخبار القوية دي بتتحدث ان على احتمالية استبعاده بسبب ايه؟ خلل في عضويته في النادي. كان عنده خلل في العضوية نفسها. السبب الاستبعاد هو إن لائحة الأندية الرياضية بتؤكد وبشكل واضح ضرورة تحويل العضوية الرياضية إلى عضوية عاملة خلال عام على أقصى تقدير من تاريخ الاعتزال، وهذا لم يحدث من حسين لبيب، حيث تحولت عضويته من رياضية إلى عاملة 2000 وهو اعتزل عام 85، مما يهدد موقفه وقبول الطعن المقدم من عدد من المرشحين ضد ترشيحه على مقعد الرئيس. ده السبب القوي اللي هو ممكن يستبعد حسين لبيب من مقعد رئاسة نادي الزمالك، وان هو ممكن يوم 15 في الشهر ده يوم مهم جدا لنادي الزمالك، لان هيتحكم في كل الطعون اللي هي متقدمة ضده ومتقدمة كمان ضد الأعضاء الآخرين وكل حاجة. فيوم 15 في الشهر ده يوم مهم جدا لنادي الزمالك، لأن بعدها كمان ب5 أيام هتحدث الانتخابات. ده بالنسبة لعضوية حسين لبيب، إن هو ممكن في أنباء قوية جدا إن هو ما يكملش في هذا الترشيح. ده بالنسبة للموضوع الأولاني. الموضوع الثاني هو الناقد الرياضي الإعلامي شادي عيسى. كان كاتب تويتة مهمة جدا في موضوع خالد بوطيب. المعروف طبعا ان الزمالك خسر قضية خالد بوطيب، وانا اتكلمت في الموضوع ده امبارح في فيديو مفصل. قال ايه بقى؟ غرامة خالد. قال طبعا الناقد الرياضي كتب تويتة وقال فيها غرامة خالد بوطيب هيطلع امير مرتضى على المسرح. المجلس الجديد للزمالك سيكون مجبرا على الحديث على مديونيات الزمالك الدولارية ويحكوا ويتحاكوا عن الغرامات كما كان يفعل مرتضى في قضية أجوجو، لكن المرة دي أمير هو اللي هيطلع مسرح مش ممدوح عباس. أمير أخطأ في طريقة تعامله مع القضايا الخارجية، وهذا أدى إلى إيقاف القيد للزمالك مرتين. يعني أنا لو عايز أفسر الكلام اللي هو ده، وشادي عيسى عايز يوضح إيه بالظبط، عايز يقول إن في وجود أمير مرتضى منصور في ملف القضايا وملف المشرف العام على ملف الكرة في نادي الزمالك، كان المشرف هو العام على ملف الكرة في نادي الزمالك، وكان كمان مسؤول عن ملف القضايا، ساعد كثير ان الزمالك يخسر كل القضايا الخارجية في الفيفا اللي هي كانت بره. في الفيفا كلها خسر، والدليل على كده ان احنا خسرنا الزمالك خسر قضية بوطيب وتغريمه 1,900,000 يورو لصالح خالد بوطيب، وهذا حكم يعتبر نهائي. طبعا الزمالك هيعمل ايه في الموضوع ده؟ الزمالك هيعمل طعن في المحكمة الفيدرالية السويسرية، لأن القرار كان مجحف جدا في حق الزمالك، وهذا الطعن هيمتد من سنة أو إلى سنة ونص. يعني الزمالك كمان هيبقى عنده وقت كتير إن هو يتعامل مع بوطيب ويقدر يتكلم معاه بإن هو يقسط المبلغ، وممكن يقلل المبلغ، لأن الموضوع هياخد من سنتين، ممكن يعدي كمان سنتين طبعا، وده ممكن يخلي بوطيب يتنازل شوية ويقبل بالتقسيط، ولذلك الزمالك هيروح للفيدرالية، وده شيء أكيد. طبعا كمان الزمالك من حقه ان هو يلغي حاجة اسمها الضريبة ديت اللي هي 200,000 يورو. الضريبة ديت هي اللي بتروح لمصر، لمصلحة الضرائب في مصر، اللي هي حوالي بين 20-25%. المفروض ان دي بتتاخد من عقد، ولكن الفيفا لما حكم بالضرائب، فده كمان ممكن جزء من المبلغ كمان يقل.
فانا اعتقد ان ممكن الزمالك ينجح في تقليل مشكله ابو طيب، لانها فعلا خلت ابو طيب مشكله كبيره جدا لنادي الزمالك، لان الزمالك عنده مشاكل كتيره جدا جدا في موضوع الفلوس. ده غير سبورتنج لشبونه اللي هو 1.5 مليون، يعني عنده حوالي 3 مليون و400 الف لازم يدفعهم. ده بالنسبه للموضوع الثاني. الموضوع الثالث اللي احنا هنتكلم فيه هو خالد الغندور، كان بيتكلم عن بطولة السوبر الأفريقي اللي هي هتنطلق في نسختها الجديدة بعد أيام بمشاركة الأهلي فيها، حيث أكد أن الأندية المشاركة في البطولة الجديدة انضحك عليها، يعني انضحك عليها الناس ديت، الأندية دي كلها انضحك عليها وتم خدعهم من قبل الاتحاد الأفريقي الكاف. ليه بقى؟ لأنه قال لك أن جوائز البطولة هو 11 مليون دولار، ثم تم الإعلان بعد ذلك إنها أقل من ذلك بكتير جدا، وهذا ما أعلنه الاتحاد الأفريقي، إلى جانب إنها كمان بطولة إعلانية فقط. ليه؟ لأنها ليست مؤهلة إلى أي شيء بعد ذلك. وفي رأيه كمان إنها بطولة ضعيفة جدا بدليل اختيار الفرق جغرافيا. على سبيل المثال الفريق النيجيري، في فريق نيجيري اللي اسمه إنينيبيا الذي ودع الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا، إلى جانب فرق زي الوداد والترجي والذين هم ليسوا في أفضل حالة لهم. وأيضا قال لك كمان واتكلم عن البطولة الكونفدرالية، وقال لك إنها برضه السنة ديت هي ضعيفة جدا، وهذا بيرجع لقرار الاتحاد الأفريقي بإلغاء بند انتقال الفرق الخاسرة من دور 32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا إلى بطولة الكونفدرالية، ولذلك هي أصبحت بطولة ضعيفة. الكونفدرالية السنة دي ضعيفة جدا، لأن كان من الأول كان اللي هو في دوري أبطال أفريقيا كان اللي بيخرج من دور ال 32 بينزل يلعب تحت في بطولة الكونفدرالية، وده لم يحدث في البطولة دي. فبيعتبر خالد الغندور بيوضح لنا كل البطولات الأفريقية بتاع السنة دي، اتكلم عن السوبر الأفريقي، اتكلم عن الكونفدرالية، دوري أبطال أفريقيا ما اتكلمش فيه، ولكن هو بيوضح كمان ان في خدعة كبيرة جدا في السوبر الأفريقي، لأنها كان المفروض 11 مليون دولار. أعتقد أنا مش متأكد أو يا ريت حد يكتب لنا ان هي اصبحت 2.5 مليون دولار فقط للي هو فائز، وانها هي عبارة عن انها اعلانية بس، وان خدوا الفرق على اساس جغرافيا، وخدوا فرق ضعيفة جدا وهي ما فيهاش فرق قوية زي ما كان مترجح لها او كنا بنأمل ان يبقى فيها فرق قوية. ده بالنسبة لموضوع النهاردة. فيا ريت لو عجبك الموضوع تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.